معايا هنا ربع كيلو لوز ني مش متحمص، انا عايزه احمصه بس من غير ما املحه عشان هستخدمه في الحلويات. حطيت اللوز على الشبكه ووزعته بالشكل ده. ونيجي بقى لاهم حاجه، درجه الحراره، لان المكسرات بتحتوي على دهون صحيه ومضادات اكسده، وعشان نحافظ على القيمه الغذائيه للمكسرات مينفعش نحمصها على درجه حراره عاليه ولا لمده طويله، لان ده بيسبب ان الدهون الصحيه دي تتاكسد وتتحول من مفيده لضاره. عشان كده تحميص المكسرات لازم يكون على درجة حرارة متوسطة مع التقليب المستمر، يعني درجة الحرارة المناسبة بتكون من 130 ل 140 مش أكتر من كده. وبفتح كل دقيقتين 3 أقلب المكسرات. مهم جدا لو هتحمصي المكسرات في الإير فراير أو في الفرن أو حتى على البوتاجاز تكون درجة الحرارة متوسطة لهادية عشان نتجنب أكسدة الدهون ونستفيد بكل فوائد المكسرات. وكده حمصت الربع كيلو لوز في 10 دقايق على درجة حرارة 130. لو عايزة تزودي التحميص أكتر ممكن تزودي دقيقتين أو 3 بالكتير، ولو عاملة كمية أكتر من ربع كيلو برضه هتزودي الوقت.